سيتنقل المنتخب الوطني إلى المغرب لمواجهة غينيا بعد مواجهته لبوتسوانا؟ طريقة عادية، رحلة خاصة كالعادة المنتخب الوطني الجزائري، رحلة مباشرة من الجزائر إلى المغرب، عادي جدا. نلعبوا في دار البيضاء. نلعبوا دار البيضاء باذن الله، نروحوا دار البيضاء. انا بالنسبه لي احسن شيء نلعبوا في دار البيضاء. تيرا مليح، المناخ ساعدنا، كلش يساعدنا، ونروحوا نديروا نتيجه تما. انا نقول لك هذا راح يخلينا، واذا اقتضى الامر هذا خلاص الله راني صار بيت الكونتر علينا، لا فيفا كونتر علينا هكا هايديكم. هيا بس حقوش البالون. طيب غينيا كانوا راح يلعبوا في كوت ديفوار، يلعبوا هذا قالوا مروحوا الوطني خلصكم كلش، غير مازال ما يقيسنا. هاي ديك تجيب غينيا راح تجيبهم دير لهم تريتور تما كدا. المنتخب الجزائري باذن الله يروح يلعب في المغرب ونربحوا باذن الله. دوكا خلاص كل هذه امر كما نقولوا حنا، كل ما راهم يديروا هذه الاشياء كل ما حنا نتحفزوا باش نكونوا قد المسؤوليه. مباشرة من الدار البيضاء ملعب محمد الخامس الذي سيحتضن مباراة الجزائر ضد غينيا كوناكري يوم الاثنين 8 سبتمبر، وهنا ستقام المباراة التي يعولون عليها لاعبي المنتخب الوطني والمدرب بيتكوفيتش على حسم التأهل هنا بالأراضي المغربية. منتخب غينيا سيستقبل المنتخب الوطني هنا بالدار البيضاء. الأجواء عادية، هدوء تام بمدينة الدار البيضاء. شفنا الملعب الدار البيضاء محمد الخامس ملعب أعيد ترميمه، وحسب ما شفناه من خارج أسوار الملعب جدد ويعتبر ملعب راه في حالة جيدة بإذن الله. إذ فجأة غير وصلت الجزائر حبيت تلعب في المغرب. الجزائر راح تلعب في المغرب، ياك سمعت؟ لعبوا في المغرب الماتش تاع الجزائر غينيا في المغرب. يا خو اسكو تعرف باللي غينيا لعبت كاع لي ماتش اللي نورمالمون تلعبهم في بلادها لعبتهم في ابيجون في كوت ديفوار. كي لحق الجزائر قال لك لا ما لعبوش كوت ديفوار، لعبوا في المغرب. مع العلم انه غينيا حنا كي لعبنا مع لا سويد ما كانتش قادره مين با تروح لتونس، عندهمش الامانه ما كاش دراهم. دوكا قدروا يروحوا المغرب وقدروا يديروا سطاج تما وقدروا يستقبلوا الجزائر تما. يا الكاف كنت تلعبوا لي ماتش تاعكم كاع في كوت ديفوار، علاه كي لحقت الجزائر ديتوها المغرب. هنا الضغط غير مباشر على الجزائر. ونزيد نجاوب الناس اللي تقول لي عادي، علاش تبدل الستاد تاعك في اخر لحظه؟ علاش تلعب في المغرب بالذات؟ على ما تلعبش في ملعب اخر؟ قال بنا بلي كاين حساسيه نفسيه، تما راك دير ضغط غير مباشر على المنتخب الجزائري. ماذا بيك تحبس الباركور تاع الجزائر توبري. ما لعبوش، تحبوا ما لعبوش يا الكاف. المشكل ما كان حتى توضيحات رسميه. علاش بدلوه؟ علاش بدلوا البلاصه اللي موافقين يلعبوا فيها؟ علاه؟ ولا ما خيروش بلاصه قريبه ليهم؟ علاه؟ يا اخو المهم الجزائر راح تلعب في المغرب ضد المنتخب الغيني. المغرب ضمن التأهل إلى النهائيات للمرة الثالثة على التوالي، للمرة السابعة في تاريخ الكرة المغربية في أفضل أحوالها على جميع المستويات وعلى جميع أيضا الفئات السنية، بعد تتويج منتخب المحليين بلقب بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين. ها هو منتخب المغرب يتأهل إلى المونديال كما كان متوقع وكما كان منتظر في مجموعته بعد أن لعب 6 مباريات فاز بها كلها. الأخيرة كانت أمام النيجر بالخمسة في ملعب جديد في العاصمة المغربية الرباط. هي نعم المنتخب المغربي لعب في مجموعة فيها 5 منتخبات، لعب كل مبارياته على أرضية ميدانه ما عدا مباراة واحدة، ولكن هذا لا ينقص تماما من حجم ولا قيمة